مساء الفل. صدق انا بحب كلمة مساء الخير وصباح الخير عن مساء الفل ومساء السعادة ومساء الهنا. اصل انا بحس ان كلمة الخير اشمل واعم. فانا ما اتمنى لك مساء الخير او صباح الخير، فانا بتمنى لك الخير كله اللي في الدنيا. اسمع علينا، مش هو ده موضوع الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. ده حاجة كده على السريع. موضوع الفيديو بتاع النهارده هو انا جايه اتكلم عن ماتش مصر ونيوزيلندا. مش هنخلص بقى من الماتش مصر ونيوزيلندا ده، هنقعد نتكلم فيه كده زي جول كابتن مجدي عبد الغني بالظبط. طبعا انا مش هتكلم فيه من الناحيه الكرويه ولا من الناحيه الرياضيه، انا اخر معرفتي في الكوره انها مدوره وانها لما تدخل جول. بس هل ده يمنع ان انا ما اتفرجتش على الماتش؟ لا طبعا اتفرجت. حسي الوطني ومصريتي نقحت عليا، لان انا كده كده ببقى صاحيه عشان اروح الشغل، فاقعد اتفرج على الماتش استمتع. والحمد لله استمتعت. كان يوم بالنسبة لي يعني من الأيام النادرة القليلة في الفترة دي اللي كنت مبتسمة شوية بسبب الماتش. طبعا أنا لما هتكلم النهاردة عن ماتش مصر ونيوزيلندا هتكلم فيه من ناحية اللايف كوتش ومن ناحية إن أنا محاضر في الإدارة. مش هنتكلم فيه من الناحية الكروية خالص. خلاص المحللين ما شاء الله عليهم، يعني حللوا بما فيه الكفاية يعني. وربنا ينصرنا إن شاء الله في ماتش يوم السبت مع إيران بإذن الله. بس أنا اللي لفت نظري في ماتش مصر ونيوزيلندا إن الجمهور أو الناس دايما بتهتم بالنتيجة بس. أنت دايما بتبص أنا حققت إيه أو النتيجة كانت إيه. الناس طول الوقت عمالة تقول 3 جوال وزيكو صلاح وتريزيجيه واحنا عملنا أداء عالي والفوز كان مستحق. هو فعلا الفوز كان مستحق، وزيزو لو كان ركز شوية وجاب الجول الرابع كمان كان يعني يا سلام. هو فعلا كان فوز مستحق. بس انا بقى بما اني لايف كوتش ومحاضر ولسه متكلمه النهارده في محاضره فيها اتخاذ قرارات، لفت انتباهي حاجه تانية. لفتت انتباهي المجهود اللي اتبذل عشان نوصل للنتيجه دي. الناس ما بتبصش عليه، الناس ما بتدورش عليه. الناس بتبص دايما على الجوال او الجولز او الجول اللي بيدخل. ما هو دايما يقولك الكرة جوال. ما هو انت لو بتلعب حلو وما دخلتش جول فانا ما استفدتش حاجه. انا عايز اخرج مبسوط، هستمتع بالكوره وكمان بالنتيجه. طيب اللي قبل النتيجه، اللي عشان يوصلوا للحظه النتيجه دي كان في ايه؟ كان في ان كابتن حسام حسن ياما حلم بانه يبقى في كاس العالم. كان في ان محمد صلاح ياما كان نفسه يسجل جول في كاس العالم. كان في زيكو اللي ما كانش يحلم بصغر سنه ان يدخل كاس العالم دلوقتي. كان في وكان في كان في كان في كابتن حسن حسن اللي ده كان حلم وهدف حطه قدامه ان هو عايز يدخل كاس العالم. بس هل احنا نعرف كجمهور ايه الاخفاقات اللي حس بيها؟ هل نعرف هو ممكن يكون مر بايه؟ هل نعرف انه اكيد ما جاتش عليه لحظات يأس ولحظات فقدان امل، وانه آه ممكن ما يوصلش للهدف ده في يوم من الايام، فيقول انا خلاص تعبت، انا مش عايز امسك المنتخب. كان ممكن يعتذر، لكن هو فضل ورا حلمه. وهو ده اللي ناس كتير بتعمله. في ناس كتير بتقع في نص الطريق. في ناس كتير ما بتقدرش تكمل. في ناس كتير بتحس بإخفاقات فبتحبط وتقولك أنا تعبت. في ناس كتير مع ضغطة بسيطة من الدنيا عليهم تقولك أنا مش قادر، أنا مكمل، أنا مش مكمل، أنا ما كنتش عامل حسابي على النقطة دي، أنا حاطط عيني على هدف وكنت ماشي فيه، الدنيا جت وقفتني في النص، أنا مش قادرة أكمل. أنا هرجع لنقطة الصفر بتاعتي الأولانية.
طب ما انت الهدف ده انت كنت حاطه علشان انت عايز توصل لحاجة احسن في حياتك. لا 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 لا، ما هي الدنيا فاجئتني وانا ما كنتش عامل حسابي. كل اللي وصلوا اتعرضوا للاخفاقات دي. تعالوا بقى اقول لكم السر اللي انا اكتشفته. السر في الاستمرار. السر مش في الحظ. السر مش في الموهبة. السر مش في البداية القوية. السر كان في الاستمرار. انك تستمر بالرغم فقدان الامل. انك تستمر برغم مفاجآت الدنيا السخيفة. انك تستمر برغم انعدام الشغف. انك تستمر بالرغم من اليأس، من الإحباط. انك تستمر وانت تحس في لحظة ان الدنيا ادتك ظهرها قوي. انك تستمر وانت شايف في لحظة ان المجهود اللي انت بتعمله ده ملوش لازمة. كلنا بنحس الحاجات دي، كلنا بنمر بالإخفاقات دي، لكن فرق بينك وبين واحد وصل للي هو عايزه في يوم من الأيام الاستمرار. إنه فضل يحاول. الدنيا عندته ما يهمنيش، هتجيلي انت من الناحية دي، هجيلك أنا من الناحية التانية، احنا هنلعب بعض. هو انت فاكرة إنك هتهزميني؟ الدنيا ما بتمدش إيديها غير اللي بيمد إيديه. أول ما بتسحب إيديك بتشيل إيديه، تديلك ظهرها. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلاب. زي ما سعاد حسني عملت كده اهو. الكده اهو هو الاستمرار، هو كتر المحاولات، مش الاستسلام. مش اول ما الدنيا تخبطني على ظهري او هتديني ألم على وشي اقول لها لا يا ستي، ستوب كده، انا ما كنتش متفق معاكي على كده. انا متفق ان انا عندي هدف وعايزه اوصل. هتخبطيني ليه على وشي؟ عارف الدنيا بتخبطك على وشك ليه؟ علشان تعرف اذا كنت فعلا انت عايز الهدف ده ولا ما صدقت ان انا اضربك على وشك. محدش في حياتنا حياته ماشيه بطريقه سهله، ولا كل حاجه في حياتنا حلوه، ولا كل انسان بيدخل حياتنا كل مميزات. فينا عيوب ولازم نستحمل بعض، بس احنا بناخد الشخص على بعضه كده. بس دي مش قصتنا. فبالتالي الدنيا لما تديك على وشك فجأة ركز وفكر، وما تاخدش قرار وقت ضغط علشان تعرف تستمر. الاستمرارية هي اكتر حاجة هتوصلك للي انت عايزه. قولولي بقى، كم مرة وقعت في نص الطريق وما كملتش في الاخر ندمت؟ اكتبولي في الكومنتات. ويلا، مساء الخير، مساء الخير، وهابي ويك اند، وخميس سعيد لطيف، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.